السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ طبعا في ناس كتير جدا قالت لي ان انا يعني خسيت جامد يعني وكده، فقلت بقى اطلع يعني اقول في فيديو انا عملت ايه يعني وكده، بحيث 3 حاجات. يعني انا الاول كده لعبت رياضه، وكمان يعني ظبطت الاكل بتاعي، شويه حاجات كده بقى يعني صغيره كنت بعملها كده يعني في النص، ممكن ما تبقاش باينه قوي او اللي هو ما بتعملش نتائج فرق كبير، بس يعني الى حد ما هي زقت يعني في كام بتاع 2 3 كيلو الباقيين دول يعني. فيلا بينا كده اوريكم انا عملت ايه. يلا. الاول كده اتاكد ان انت دوست لايك وسبسكرايب لو حابب تدعمني، ولو حابب ان يوصلك كل جديد دوس على الجرس اللي تحت. اما لو بتتفرج على الفيسبوك فممكن برضه تضغط شير لو انت حابب يعني تدعم القناه بتاعتنا. اول حاجه بقى لازم تعرفها ان انت لما تيجي تعمل دايت ما تقولش انا هوصل لوزن معين بعد كده خلاص ارجع كأن كل حاجه باظت تاني. في الحقيقه هو ده يعني اللي بيرجع وزننا تاني او اكتر، وانا في الحقيقه برضه كنت بغلط نفس الغلطه دي. بس خلينا بقى نعرف انا عملت ايه اللي ان شاء الله يعني هيخليني الى حد ما اثبت على وزني ده. اول حاجه وهي التمرين طبعا يعني بيشكل عامل مهم جدا جدا في انك تنزل وزنك. يعني 30% من المجهود اللي انت بتعمله بيعود عليك من التمرين، و70% بيعود من على الدايت. يعني لو انت هتنزل 10 كيلو تنزل منهم 7 كيلو في الدايت اللي انت عامله، و3 كيلو في نظام التمرين. مش لازم تربط نفسك بمواعيد معينه، يعني انت ممكن، انا دلوقتي نزلت جريت مع نفسي، هلعب حبل هلعب برضو مع نفسي عشان ما بقاش يعني ما عطلش مواعيد الدراسه بتاعتي، وفي نفس الوقت اكون نزلت اتمرنت. طب فرضا يعني ان انا معرفتش انزل او ان انا وقتي ضيق، عادي ممكن اتمرن في البيت عادي حبل زي ده، او مش لازم حبل خالص، انا ممكن اجري في مكاني اعمل تمارين الى حد ما خفيفه يعني، واتمرن بدل ما اقعد خالص. يعني مثلا يعني انا النهارده كان المفروض ان انا نازل كنت اتمرن وكده، فرحت النادي عشان هجري في التراك يعني في نادي البلديه هنا عندنا. فانا داخل اهو لقيت البوابه قافله، فبقول لهم في ايه يا جدعان؟ قالوا لي ده الفرقه هتتمرن النهارده مش عارف ايه. فقعدت شويه وجيت، يعني انا قعدت صورت بس الانترو اللي فاتت دي وقمت جاي. فاللي هو انا كده خلاص يعني مش هتمرن بقى كده النهارده شكرا يعني، لا قوم طالع على السطح هو يعني تمارين خفيفه وبتاع، يعني احسن من مفيش خالص. تاني حاجة طبعا وأهم عامل وهو الأكل. في الحقيقة إن أنت لو اتمرنت من غير ما تظبط أكلك أنت عمر ما وزنك هيظبط وعمره ما هينزل أساسا. ليه بقى؟ ببساطة يعني لو أنت نزلت كل يوم بتجري ساعة بتجري جامد يعني وبتاع وبتتعب ومش عارف إيه، بتحرق في المتوسط، جسمك بيحرق في الساعة دي من 500 ل 600 كالوري. تمام؟ جيت بعد الساعة قمت واخد صاحبك وطالعين على أي مطعم برجر مثلا، وكلتوا كل واحد ساندوتش. الساندوتش لوحده من غير البطاطس ومن غير البيبسي والحاجات دي فيه صافي يعني من 700 ل 1000 كالوري، في حاجات بتطلع 1200، في حاجات اعلى بكتير. فانت يعتبر كده ولا كانك عملت اي حاجه، فانت لازم تظبط الاكل. وكمان كنت بحسب السعرات الحراريه بتاعتي، ويفضل يعني ان في كل وجبه كنت بعمل كان نص الطبق بيبقى بروتين، وربع الطبق بروتين مثلا زي سمك او فراخ، او ممكن بروتين نباتي زي العدس زي الحمص، الربع التاني من الطبق يعني كربوهيدرات يعني. بس كنت ببدلها، بدل ما باكل رز كنت باكل رز بني، بدل ما باكل مكرونه اشتريت مكرونه شوفان، بدل ما باكل عيش ابيض اشتريت عيش توست، والربع الاخير بقى كان بيبقى خضار. وبرضه كذلك في الفطار، يعني كنت ساعات مثلا بعمل توست ومعاه بيض ومعاه خضار، او شوفان بتمر وعليه لبن كده يعني كنت اللي هو بحاول اوزن الدنيا بحيث ان انا ما ازودش في حاجه وما اقللش في حاجه. وطبعا نقطة بقى مهمة جدا ودي بالنسبة لي أنا لازم أحطها لوحدها يعني، وهي الخيار. يعني أنا كنت باكل كمية خيار غير طبيعية، يعني هو أصلا الخيار الواحدة المتوسطة فيها 16 سعر حراري و95% منها مية، فاللي هو هي كده كده مش هتزود الدنيا يعني. وحاجة بقى يعني أنا لما كنت مثلا ببقى عايز آكل حاجة حلوة كنت عادي بعمل مثلا بانكيك بدقيق شوفان وبحط عليه شوكولاتة دارك أو زبدة فول سوداني كده يعني لو كنت ببدأ عايز مثلا اكل مولتن كيك مثلا، انا مجربتهاش بس ادور على مولتن كيك يكون بطريقة صحية وادور اعمله ازاي، ابدل السكر بسكر دايت او بعسل وبرضه بكمية صغيرة، يعني بحيث ان انا مبقاش حرمت نفسي ولا ابقى فتحت العالم اللي هو يعني دمرت الدنيا يعني.
كمان ممكن تعمل برضه فشار او ترمس كسناك يعني ما بين وجبتين، او ممكن شويه لب سوري يعني قد ايدك كده يعني تمام. وبرضه في حاجه بقى مهمه جدا، لو انت اتعزمت تعمل ايه؟ انا عايز اقول لك الثلاث شهور اللي انا المفروض ان انا خسيت فيهم يعني ال 24 كيلو دول، اتعزمت كميه مرات يعني غير طبيعي بجد، اتعزمت كتير جدا. بس كنت بقى يعني بحاول ان انا اختار الطبق الصح زي ما انا قلت من شويه. كنت ساعات يعني بنجح ساعات بفشل، بس يعني بحاول ان انا اظبط الطبق بتاعي بحيث ان انا ما رحتش العزومه، بحيث ان انا ما بقاش يعني عكيت جامد او بوظت الدنيا. حاجه بقى غير الاكل والتمرين، وهي مثلا شرب الميه. يعني هو بينصح ان انت تشرب من 2 ل 3 لتر ميه في اليوم. انا كنت بشرب تقريبا يعني 4 لتر او 4 لتر ونص ميه في اليوم يعني. كانوا بيساعدوا ان الدنيا تنزل شويه، بس مش اللي هو مثلا اشرب ازازه كده على بعضها يعني، لا، اللي هو ازازه ميه جنبي وكل شويه بشرب واقطع اشرب واقطع. حاجة تانية، مواعيد الأكل بتاعتك لازم برضو تظبط مواعيد الأكل، بحيث إن أنت يعني ما تاكلش مثلا وتدخل تنام، ومش أول ما تصحى تقوم فاطر على طول. يعني اللي هو حاول تخلي الدنيا في اتساع شوية، يعني مثلا بعد ما تصحى بساعة، ساعة ونص ابدأ افطر. وقبل ما تنام ب3 ساعات ما تاكلش، يعني حاول إنك تمنع الأكل في ال3 ساعات دول. جعت كذلك قلنا برضو ممكن تاكل خيار، خيارة ومعاه زبادي كده يعني. حاجة بقى يعني كل اللي بيعمل دايت بيبقى مستنيه، وهو اليوم الفري. يعني اليوم ده العالم كله بقى مستنيه، اللي هو ان انت بقى يعني اي حد عامل دايت يعني. هو الموضوع كده غلط، يعني المفروض ان هي تبقى وجبة واحدة فري كل اسبوع. والوجبة دي انا باخدها عشان يعني انا جسمي بقى متعود ان هو ماشي كده، فانا بكسر الدايت اللي انا ماشي عليه عشان يرجع يمشي تاني بطريقة صح يعني، وان انا وزني ينزل، ما جسمي ما يتعودش ووزني يثبت. ده فكرة الوجبة. لكن انا لما باخد اليوم كامل كله، انا كنت على فكرة بغلط الغلطة دي برضو يعني، انت بتعملهاش لوحدك فعادي يعني، وعادي ان احنا نغلط بس نصلح بعدها. فانا لما كنت بعمل كده كان وزني بيزيد مثلا بتاع كيلو 800 جرام في المرة، فاللي هو كتير. لكن وجبة واحدة كانت بتزود مثلا 400 جرام 300 جرام كده يعني اللي هو ده بالنسبة للناس اللي معدل حرقها فوق المتوسط. يعني أنا معدل حرقي اللي هو قليل شوية. وطبعا لازم تغير الدايت اللي انت ماشي عليه كل فترة، عشان يعني جسمك ما يتعودش على نظام معين وخلاص بقى يبدأ اللي هو يعني ما ينزلش. انا في اخر فترة كنت ماشي على الصيام المتقطع، انا اول مرة اعمله، وعشان كده جسمي استجاب ليه. يعني ممكن ناس ما تخسش عليها عادي، يعني اللي هو جسمها مش نافع للموضوع، بس عادي يعني جربه. حاجة بقى كمان ان انت لو انت بتحب البيبسي قوي، يعني ممكن تشرب بيبسي دايت يعني من 2 ل 3 مرات في الاسبوع يعني. وحاجة بقى برضو مهمة، برضو أنا شايفها برضو مهمة جدا، إن أنت تبص على الليبل اللي موجود على أي حاجة أنت بتشتريها. يعني هتقلب كده هتلاقي على ظهره بتاع كده فيه القيم الغذائية. حاول تبص على السعرات الحرارية، على الدهون، على السكريات، اعرف الدنيا فيها إيه يعني، مش اللي هو تشتري أي حاجة مكتوب عليها دايت وخلاص يعني. وحاول برضو أنت نازل دايما، يعني نازل مثلا الجامعة مثلا أو أي حتة، يعني تاخد معاك حاجة وأنت نازل البيت. يعني أنا نازل باخد معايا برتقانة وباخد مج نسكافيه حافظ للحرارة، بشرب نسكافيه وانا في الباص مثلا وانا رايح يعني اللي هو انا جوعت اكيد يعني هتجوع في نص اليوم يعني، اكيد مش اللي هو انت نازل مثلا 4 او 5 او 6 ساعات مثلا مش هتجوع فيهم يعني، بدل ما تشتري بقى اكل من بره كل الحاجات دي. وحاجة برضو كمان ممكن تعملها ان انت تضيف قرفة لأي حاجة مثلا انت بتشربها. يعني مثلا انت هتشرب كوباية لبن او هتشرب معرفش انت هتشرب ايه، ممكن هتشرب حاجة حط عليها قرفة. ممكن تشرب قرفة اصلا لوحدها، يعني هي بتقلل الانسولين اللي موجود في الدم، فبيخليك ما تجوعش بسرعة. دي حاجة يعني انا كنت بعملها. وبرضه حاول تشتري لبن خالي الدسم وزبادي لايت. يعني الدنيا دي يعني اللي هو لما بتتجمع على بعض تلاقيها فرقت في السعرات بتاعة اليوم بتاعك، لكن مش اللي هو مثلا يعني ابقى واكل اكل كتير قوي واجي مثلا اللبن، لا لبن خالي الدسم هو هيفرق، بس انت مش هتحس بالفرق يعني، فاهمني؟ بس كده. ويعني لو بوظت الدنيا حاول ترجع تاني، مش اللي هو خلاص الدنيا باظت خلاص الدايت باظ النهارده فاكس بقى كده او ناكل بقى ندمر الدنيا. لا، يعني انت بوظت مثلا في وجبه كمل بقى بقيه اليوم صح عشان وزنك يفرق. في الاخر بقى حابب اقول ان الدنيا طبعا فرقت معايا جدا، يعني فرقت من حيث شكلي دلوقتي افضل، من حيث برضه صحتي. يعني انا كنت اجي مثلا طالع على السلم ولا اجي اتمشى في الشارع شويه الاقي نفسي تعبت او بدات انهج يعني، فدلوقتي احسن كتير اكيد. احنا كلنا بنحب الكسل، يعني كلنا بنحب النوم عن اننا ننزل مثلا نلعب رياضه، كلنا بنحب ان احنا نشتري اكل عن اننا نعمل اكل في البيت. فياريت ان احنا نحاول نحسن الوضع، بدل ما بنعمل كده نبدل الحاجات الغلط دي بالحاجات الصح. بس كده. يا رب يكون الفيديو عجبكم واشوفكم قريب ان شاء الله. يلا، سلام.